انا بابايا ما يعني مش موجود قوي في حياتي، ما كانش شايفني احسن واحده طول الوقت. احط حدود لاهلي. اقرب حد ليا اخواتي، في حاجات كتيره جدا ممكن اقرب صحابي ما يعرفوهاش بس اخواتي عارفينها، ده اساسي. ممكن بتترفضي عشان انتي محجبه، قولي لي ده اثر معاكي في حاجه، فرق معاكي في حاجه، ولا الحجاب كان بالنسبه لك مش عامل اي ازمه؟ اهانه، يعني اهانه. اليقين في خطط ربنا هو ان بيولد الاحساس اللي احلى من السعاده وهو الرضا. انا مش من الناس اللي بيعمر لي صحاب كتير يعني. شايفه الارتباط فين في حياتك مش شايفاه. انا عندي معتقدات كتيره قوي تخليني اصرف نظر في المرحله اللي انا فيها دي عن الجواز في السن ده. مفيش حد هيساعدك الا لو انت قررتي ان انت تعرفي ايه الحاجات اللي اصلا بتسعدك وتسعدي بيه نفسك الاول، يعني تبقي انت كويسه علشان اي حد هيدخل في حياتك بعد كده يبقى كويس. انت بتكلمي على 30 فانا لازم اقول كده، يعني اكيد هطمح لحاجه زي كده وانا عندي 30 سنه، فاهمه؟ العشرينات هي المعنى الحرفي لفكره التوهان. انا ببقى احس ان انا بني ادم مختلف، انا ايه اللي انا داخل عليه ده، انا فين، بعمل ايه. زي ما قلت لكم التو ابسودز اللي فاتوا، ان انا لما بجيب جاست اتكلم معاه في فقره العشرينات بنحاول على قد ما نقدر نجمع بين حاجتين: ناس بتعدي بحاجات مختلفه في حياتها، فترات مختلفه، وفي نفس الوقت اكون انا شفت الجروث بتاعهم، مش بنلاقي اي حد وخلاص، اكون عاشرتهم فعلا وشفت هما كانوا فين وراحوا فين، الستراجلز بتاعتهم عامله ازاي، وعشان فعلا يكونوا حقيقيين. فالجاست اللي معايا النهارده هي في اول العشرينات. بتفكرني بيا زمان انا عجزت امتى. بتفكرني بيا زمان اول ما كنت ببتدي. she's passionate، شاطره، بروفيشنال، جدعه، صاحبه صاحبتها، supportive. عمري ما نزلت اي حاجه ليا وما فرحتليش ودخلت تكلمني. بجد she is doing amazing job، وهي I think انا حتى مش عارفه تتخرج من الجامعه ولا لا. من كتر ما هي بتشتغل زيها، يعني قدامها شهرين 3 وهتنافسني ان هي تعمل ايجنسي وكل الكلام ده. فالنهارده هنبقى انسبايرد من بتول احمد. انت تعبتي ولا ايه؟ كتير انا عايزه احدف لك بوسه في النص ومش عارفه. بتول I'm so happy ان انت معايا النهارده. انا سو هابي وسو اكسايتد. انا ما اعرفش الاسئله، بس انا ماري بتعمل حاجه يعني جامده جدا جدا. فانا اللي هو بتقول يلا انت فاضيه مثلا تيجي نسوي يلا نعمل اي حاجه. انا ماري هتعملها. ما حدش فكر لما سالته عايز يلا ايوه يلا ما حسيتش فيه احسن منك في الاول فقره في العشرينات دي نكون بنتكلم عليها. التو ابيسودز اللي فاتوا كنا بنتكلم اكتر على فكره المراحل اللي في الاخر دي او في النص. يعني انا كنت وساره هاني 26، بولا 27 28، اللي خاطب بزنس بتاعها او كده. انا بعيد. انتي لسه بتبتدي. فعجبني قوي ان احنا نبقى بنمرر لبعض كده، انا في الاواخر وانتي في الاوائل. تحكي لي على الجيرني بتاعتك وعلى الجيرني اللي هتدخليها. هل حاسه ان انتي محشوره في العشرينات ولا لا؟ حاساها عامله ازاي؟ فخليني اسالك اول سؤال، اوصفي لي كده الفتره اللي انتي داخله عليها دي او دخلتيها وبقالك سنتين. 22 صح؟ انا 22 سنه. صغيره قوي، صغيره. ايه كل ده يا فندم؟ اوصفي لي الفقره دي كده من حياتك، حاساها عامله ازاي؟ كلمه واحده. challenging. يعني هو كل يوم في تحدي أكبر وأصعب من اليوم اللي قبله، فهي الفترة دي challenging. بس يعني أنا ليه شايفاها challenging؟ عشان يعني أنا عامة متصالحة جدا مع فكرة يعني بحب أسمع قوي من الأكبر مني عامة إيه العشرينات عاملة إزاي، الفترة الفيزز دي عامة من حياتكم بتبقى عاملة إزاي، سواء مثلا 20 نص العشرينات آخر العشرينات، إيه الثلاثينات. يعني أنا بحضر للثلاثينات من دلوقتي. دي مفكرة فيها وانت 25. استني بس قدامك 3 سنين بدري. بحب أسمع أنا دايما. صح؟ شوفي البودكاستين اللي قبلك. صح. هتعرفي احنا بنفكر إزاي دلوقتي. بس فأنا متصالحة جدا مع فكرة إن أنا دروس الحياة يعني خلاص بقى الحاجات المصيرية كلها، وإنه أنا فكرة أصلا إن أنا أخد لنفسي قرار دي بدأ معايا. أنا عشان بدأت أشتغل من زمان، يعني أنا بشتغل من وأنا عندي 14 سنة وأنا منطلقة في الحياة. فإن أنا أخد لنفسي قرار، يعني القرار بتاع إن أنا أدخل علمي ولا أدبي، أنا عايزة أدخل جامعة إيه، يعني ده ما كانش أصعب حاجة بالنسبة لي. يعني أنا فاكرة كان أكبر قرار مصيري في حياتي خش أدبي ولا علمي. ده
يعني يا فاهمة، نهار أنا برضو اسود. أختي ثانوية عامة، فأنا أختي اللي هو إحنا قعدنا سنة ونص كاملين لحد ما هي جت تكتب في الورقة إحنا انا بنقرر. كتبت ادبي وكلموني، كنت في مطروح مع اهلي باين حاجه كده، غيرت علمي رياضه قبلها بما فيش، عشان ما كنتش عارفه اخد قرار في الاخر. لا وتخشي علمي وبعدين تكتشفي ان انت مش يعني ده طبيعي طبعا، ده احنا مش بنقول حاجه، بس قصدي انه انا ده بالنسبه لي ما كانش قرار صعب، لانه انا اوريدي كنت واخده قرار انه انا عايزه اشتغل. انا واخده قرار ان انا هجرب في الفيلد الفلاني. انا بدات از موديل عشان كنت عايزه ادخل الفيلد بتاع ميديا الميديا وكده. وكده. وانا كمان على فكره بجد ابتديت موديل اعلانات. ايه ده، انا ما شفتش الفيس دي من حياتك، بس جامد قوي. نحط لك اعلان نسكافيه كده. كنت عامله اعلان مع ايه انا عارفه ان هو ده دلوقتي مش هينفع، بس انا وقتها كنت عامله الاعلان ده يعني عشان ما حدش يتخانق معايا. وكنت ماسكه، كنت عامله نفسي دكتوره. فاكره الاعلان بتاع طب ثانويه عامه كانت بالنسبه لنا مسح انا كنت ايوه كان واحده من بيطلع لي على المودلز دول. يوتيوب. ايوه، ما انا بقى كنت واحده منهم، اه عشان كنت عايزه اتعرف على ناس ومخرجين وكده من ايوه الفيلد. فكنت عارفه اعمل ايه، وكنت جايه من اسكندريه طازه على القاهره. فقلت هعمل ايه، هبتدي اشتغل في الاعلانات، انزل موديل عشان ابتدي اتعرف واعمل نتورك يعني. وده اللي حصل. ولما جيت صورت اعلان في الايجنسي بتاعتي، كلمت مخرج من المخرجين اللي انا اشتغلت معاهم، وفعلا حسام حامد، وكان البروديوسر كانت دكتورتي في الجامعه في نفس الوقت. قابلتها في اعلان، ما كنتش عارفه هي مش هتشتغل بروديوسر. فاليوم ما عملت اعلان، قلت اللي وقف معايا زمان it's time for payback. ايوه فعملت الاعلان بتاعي معاهم حتى عشان، والكونكشن دي قعدت 6 سنين قبل ما استخدمتها، بس كان بسبب ان انا نزلت موديل برضو في الاول وكده. ايوه صح، دي بتبقى من احلى الحاجات اللي ممكن تتحكي عامه بجد، يعني حاجه حلوه. ما يعني same thing، يعني انا بدات اشتغل برضو as a model، وانا عارفه ان انا ما كنتش هكمل في الفيلد بتاع الموديلنج، يعني ما كانش بيديني الحاجه اللي انا يعني انا عندي core values برضو في الاول في الاخر، منها الامباكت، ايه الفاليو اللي انا هسيبها للناس، ايه الحاجه. فانا ما كنتش حاسه، طبعا في ناس بتقدر تعمل ده through الشغلانه دي عادي، انا بحترم المهنه جدا ولسه في براندز لحد دلوقتي بيكلموني من انا كنت بقى موديل للوكال براندز اكتر حاجه، يعني عشان كان في جاب في المودلز المحجبات وكده، ما كانش فيه قوي ساعتها. ففي وقت من الاوقات انا اي فيل ذس جاب يعني. ولسه لحد دلوقتي لو حد يعني براند غاليه على قلبي قوي مثلا طلبتني او كده، يعني واي نوت، عادي بشتغل، بس مش الحاجه اللي انا كنت عايزه اكمل فيها قوي يعني. اوكي، بس خدتي دي سكه تبتدي فيها من ابتدي الأول. أوكي. فيها، بعدين يعني خلاص قررت بقى ان انا هتجه. قعدت اجرب كذا حاجه، اشتغلت انترفيور، كنت بعمل انترفيوز مع سيلبرتيز وكده، عملت كونكشنز طبعا مع سيلبرتيز وبلوجرز، كان بقى لسه السوشيال ميديا ايه في عزها بقى، والبلوجرز بقى دي حاجه يعني اللي كان بيوصل لل 200 وال 100 الف وبتاع وكده كده معدي طبعا يعني. يعني فالكونكشنز دي استخدمتها لما اشتغلت انترفيور، اشتغلت في كذا ماجازين وكده، وبعد كده اشتغلت مدرسة بعد ما خلصت بقى مدرسة. قعدت سنة بشتغل مدرسة، وبعدين بعد بقى التدريب كنت في نفس الوقت بتمرن، بفهم عن البي ار وبفهم عن الديجيتال ماركتينج، في نفس الوقت بشتغل في الاكونت بتاعي وكده. and then بعد بقى ما خلصت ثانوية عامة بسنة، بعد ما خلصت مدرسة بسنة، قررت ان وانا كنت قبلها من ساعه ما كنت بشتغل انترفيور وانا شغاله ديجيتال ماركتنج ان باراليل يعني. بس ايه واكتسحت يعني، خلاص اكتسح يعني at the age of اواخر ال 17 وال 18 كده، 17 وال 18 اكتسحت بجد يعني. يعني خلاص بقى، قبل كده كنت لو مثلا في الاجازه بشتغل بعد المدرسه مش عارفه ايه ده بقى بتاع طول الوقت، ده فول تايم طول الوقت، لدرجه ان انا المرحله اللي هي الحمد لله يا رب انا اتخرجت من الجامعه الحمد لله. ف المرحله بقى اللي هي اللي الناس بيحسوا بيها بعد الجامعه، اللي هو الاكتئاب بتاع ما بعد الجامعه. اللي هو بيبقى ساعات من غير سبب، انت ممكن تبقي تتخرجي تشتغلي على طول، يعني عندي صحابي كده اتخرجت اشتغلت على طول، بس هي حاسه مكتئبه اللي هي فتره ما بعد الجامعه كده. انا ما كانش عندي وقت احس بيها يعني. الحمد لله الحمد لله يا رب، بالعكس ده انا مبسوطه ان انا خلصت عشان افضل اعمل اللي انا بحبه، افضل اعمل، مع انه برضو انا يعني لا الحمد لله يعني ما كنتش الجامعه ما كانتش مضايقاني قوي يعني. بالعكس انا كنت بحس انه ادج ان انا اللي هو بقى عندي جامعه وخلص جامعه وطالعه على الشغل فاهمه حاجه كده. دلوقتي انا كانت حياتي. انا كنت بشتغل وانا في الجامعه من تانية جامعه، ما اشتغلتش من اول سنتين. اشتغلت بس في الصيف. كنت اخلص الصبح الجامعه، اروح بالليل الشغل، واقعد اشتغل بعد الساعه 9 بقى على البروجكت بتاعت الجامعه، واسلمها بالليل، واروح اريبيت طول اليوم كامل الاول. واليوم كان فيه بركه رهيبه اكتر من دلوقتي.
اليوم اه كان طويل، يعني بروح جامعه الصبح واروح الشغل واشتغل واذاكر بالليل. بس كان دلوقتي يعني بكلمك بقى في وقتها الثلاثينات منه اللي ماري انت داخلين صغيرة يا علينا. ماري على اللي انت صدقيني بتقولي ده بامانه والله. يعني إيه صح، يعني انت لسه انت اكبر مني ب4 سنين مش اكتر يعني، او 3 سنين. انت 22. اه يعني انت كام شهر كام؟ انا 8 شهر 8. انا اكبر منك ب4. يعني انت مش كتير. 8 هتكملي 3 ولا هتكملي 2؟ هكمل 3، لا مش الدرجات دي، اه هكمل 3. هتكملي 3 ولا انا اه هكمل 27 في 9. امم فانا عارفه انت صح بعديه على طول. فلا بس مش الدرجات دي. لا بس بس الريتم بتاع اليوم الحفرقه واليوم بيقل قوي لما بتكبري. حتى لو I'm not in my 30s، انا مش في تلاتيناتي او كده، بس الطبيعي الانرجي كيرف الانرجي والحفرقه كل حاجه تبتدي تنزل، عشان انت المفروض تبتدي يبقى عندك اكسبيرينس اعلى، ما يبقاش بتعملي زي ما كنتي بتعملي طول الوقت اللي فات. صح. فمع ده المفروض ده اللي بيبقى بيشتغل اكتر من ان انت طول الوقت بتحفركي وبتعملي بجسمي وكده. صح. وده عامه was one of my يعني goals، انه انا يعني بصي انا كنت يعني اي شغلانه اشتغلتها حتى لحد من وقت قريب، يعني انا I'm slowing down recently. لحد من اخر شغلانه اشتغلتها من قريب انا كنت سايبه نفسي اعملوا فيها اللي انتوا عايزين. بالعكس انا كنت very open ان انا اتكحرت، وكان بيتعامل معايا يعني جلاشها يعني، وانا عادي جدا بالعكس يعني. لا اهانه يعني اهانه بس بجد. يعني لا خبره طبعا، يعني خبره وعلم وحاجات كلها ببلاش يعني، فاهمه؟ طب ليه وانتي عندك 21 سنه كنتي حتى كان عندك كارير كوتش؟ ليه شايفه انتي حاجه مهمه في بدايه حياتك في العشرينات؟ ده سؤال حلو قوي. علشان انا احساسي دايما بيجايد مي، واكيد انا مش لوحدي. I think this is very common في الايدج جروب بتاعنا، يعني الناس اللي لسه في بدايه حياتها. انا عايزه حد يجايد مي. انا عارفه ان انا بعمل تقريبا الصح، وحاسه ان احساسي valid. يعني لو انا حاسه اني مش عايزه اكمل او مش قادره اكمل، مش قادره اكمل، برضو ده valid. يعني انا مكمله، انا حاسه اني عايزه اكمل بس انا مش قادره اكمل، فالاتنين valid. فكنت عايزه كارير كوتش تديني التولز اللي مش عندي، علشان انا حاسه اني عايزه اكمل، فازاي اغلب احساس انه انا مش قادره اكمل، فاهمه؟ فكان عندي كارير والله يا بنتي، وكان عندي لايف كوتش. يعني كان عندي الاثنين، لايف كوتش وكان عندي كارير كوتش. وانا شايفه ان دي حاجه مهمه جدا جدا، علشان طبعا مع الوقت ما بقتش الحمد لله محتاجه، بس هي مهمه جدا انه وقت ما نبقى محتاجين جايدنس نعرف نروح لحد الصح، نعرف نسيك the right help. يعني انه اول حاجه انا عملتها انا قريت يعني ايه الفرق ما بين الثيرابيست، ايه الفرق ما بين السايكولوجيست واللايف كوتش، وما بين الكارير كوتش. في كارير والكارير كوتشز انواع، فلازم نقرا انهي حد احنا محتاجينه. لازم نجرب. فاولا للتجربه، لانه انا كنت محتاجه اخوض تجربه الكارير كوتشنج دي، والحقيقه ان هي فعلا فادتني. وتاني حاجه لانه انا محتاجه جايدنس، محتاجه حد فاهم في اللي انا يعني انا مثلا امي لما بقعد معاها بقول لها بعدي مشاكل الشغل بتعمل لي اكله حلوه، مش عارفه، فاما لما بتصل بيها بالتليفون بتطيب خاطري، مش عارفه ايه، مش عايزه حد صحابي نفس الحاجه. بس مامي مش بتشتغل معايا، she's not in my phase. برضو مامي كانتش بتشتغل وهي قدي، فاهمه حاجه؟ ف this is what يعني this is why انا شايفه انه لازم يبقى في كارير كوتش لو الشخص فعلا حاسس انه محتاج مساعده، لانه الكارير كوتش هو تخصصه انه يديكي تولز تساعدك. واصلا انا اتعلمت منها كتير. يعني انا لو ما كنت بتوفر، يعني وفرت عليا طبعا الاختيار الصح بيوفر عليكي مجهود وتعب وفلوس برضو بمجرد ولازم يبقى الشخص برضو على اتم الاستعداد انه هو يطبق يستخدم التولز اللي بياخدها من الكارير كوتش، ويطبق النصايح اللي بيقولها له، ويبقى فاهم ويستوعب كويس قوي انه يعني كارير كوتش كنت تقولي انت عندك مشكله كبيره، او لا مثلا الكلاينت الفلاني انا مش يعني ده كلاينت تقيل جدا وانا مش عايزه اخسره، بس هم متعبين قوي وعندهم مشاكل 1 2 3. قالت لي الكلاينت الفلاني الاونر شخصيته كذا وانتي شخصيتك كذا، فانتي عشان المشكله ان انتوا فرق الشخصيات دي مش دايما بيعرفوا يشتغلوا مع بعض. ف maybe you're not the right caliber for her. فلو هي ما قالتلكيش ده انتي لازم تروحي تقولي لها ده. وفعلا انا كنت فاكره ان هخسر الشغلانه ومش عارفه، رحت بمجرد ما حطينا ايدينا على طرف المشكله بالظبط، لا رحت اتكلمت في ده والدنيا يعني الحمد لله سمنه على العسل، فاهمه؟
بس it's very important. وانا نفسي لما بريلايز انه اللي اتقال لي ده صح، لما بعد ما بطبقه انا بطلع اقوله للناس. يعني انا ده بيفرق معايا قوي، بيبقى ولان انا عارفه ان انا بني ادمه زي اي حد بيعدي بده في الوقت ده من العمر يعني. فبحب قوي قوي ان انا اطلع. انا عامه حد فيري براكتيكال يعني. انا الحته اللي انت قلتيها بتاعت ان الكارير كوتش ده بيوفر حاجات قدام، ناس تفكر ايه ده، طب ما انا متاكد انا عايزه اعمل كده، انا عايزه افتح بزنس، ما عنديش اي مشكله. بس انت لو لسه في البدايه او حتى لو انت كبير وحاسس انت مش مبسوط في اللي انت فيه، سيك هيلب اوف كارير كوتش. بيشوف البيرسوناليتي تايب بتاعتك، بيشوف اللي انت عملته، اللي انت تعمله، اللي انت هتعمله. هتوفر على نفسك مشوار طويل قوي، وخصوصا بقى لو انت لسه في بدايه حياتك ولسه محتار مش عارف عايز تعمل ايه، روح لكارير كوتش. هتوفر سنين من التجربه في حاجات مش هتنفعك، بالعكس هتعرف فيلز انت ممكن تبقى احسن فيها، هتعرف حاجه ممكن تجربها ما كانتش في دماغك، هتفتح لك حاجه معينه. عشان وسبيشلي لو انت في بدايه عشريناتك، لو انت ما اكتشفتش الباشن بتاعك، لانه طبيعي ما يعني صح. مش معنى ان انت من بدري عرفتي انت عايز تعملي ايه وانا من بدري كنت عارفه انا عايزه اعمل ايه، ان ده الطبيعي. لا ده مش الطبيعي، ملهاش تايم لاين. وبعدين حتى لو بدات ابقى عارفه اولا، انا بس عايز اشرح بروسيس بتاعت انا عارفه انا عايزه اعمل ايه دي، لان هي ما فيش حد بيبدا عارف هو عايز يعمل ايه. هو احنا بنتوه يعني. انا الناس كلها فاكره ان انا بدات انا عارفه انا عايزه اعمل ايه. لا، انا جربت حاجات كتير، اشتغلت شغلانات كتير ملهاش علاقه ببعض علشان اعرف انا عايزه اكمل في ايه. وفي النص بعد ما عرفت انا عايزه اعمل ايه، عطلت وفكرت هل هو ده الحاجه اللي انا فعلا عايزه اكمل فيها، هل هي دي الحاجه اللي انا فعلا شاطره فيها انف. لانه انت بيبقى حواليكي عوامل كتيره قوي بتوديكي ورا وتطلعك قدام يعني، فاهمه؟ مش كل الناس بتسقفلك، مش كل الناس بتقدرك، وسبيشلي كمان دلوقتي بعد كميه الكونتنت اللي الناس بتشوفه، فكله حاسس انا عايزه ابقى ده. انت فعلا عايز تبقى ده؟ صح. it looks nice but are you sure it fits you؟ صح. يعني لايق عليك اللي انت عايز تعمله ده، ولا انت بس متاخد بس فكره انه ده اللي الناس كلها بتتكلم فيه، وده اللي يعني فكره انه لازم يبقى عندك بزنس بقى؟ مش لازم 100%. لازم تبقى بتشتغل مش عارفه ايه يعني انا دلوقتي انا يا جماعه الناس كلها انت عارفه الموضوع ده، انا كل الناس كلها انا اخر واحده عايزه تفتح شركه في الحياه اخر واحده بجد. بس يعني for some reason انا يعني مش طموحاتي، بس خلاص انا مضطره. انت فاهمه؟ انا العكس بقى، انا عكس كل الناس اللي هو انا ما كانش حلمي ان انا اكيد عايزه اعمل entity او عايزه اعمل concept للحاجه اللي انا من الحاجه اللي انا شاطره فيها، بس ما كانش هدفي ان انا افتح شركه. بس انا دلوقتي حاسه ان كل العوامل يعني كل الناس بقى اللي حواليا بتقول انت حبيبتي محتاجه تعملي ورق، بتقول انت محتاجه يبقى عندك شركه. الفريلانسنج ما دي بقى بوينت. الفريلانسنج لما بيكبر at some point you need to turn it into a business. بالظبط. يا اما هتفضلي في حته واحده مش هتكملي لو انت مبسوطه برضو بكده. I can't take it to any further. انا معايا 2 3 4 clients، انا مبسوطه بالاربعه clients اللي معايا، ده الوقت اللي انا قادره اديه، وحد معاكي بيساعدك وخلاص. بس لو you want to take it to the next level you have to turn it into a business. ما عندكيش اوبشن. فممكن تقرري انا مش عايزه اعمل ده، انا عايزه افضل بالاربعه خمسه اللي معايا، او انا عايزه اسكيل او اجرو. لانه مش شرط لازم تفتحي بيزنس برضه عشان لا. بس انا ليه بقول ده؟ انا بقول ده عشان يعني الناس اللي هو بتبدا عايزه تبدا الطريق من اخره لاوله، مش من اوله لاخره، فاهمه؟ يعني انا دايما شخص كنت عندي نظره further، يعني عندي نظره لقدام مع النظره اللي انا في مع اللي انا فيه دلوقتي. يعني انا ام فوكست في اللي بعمله دلوقتي، في ان انا اكبر اللي انا واكبر في اللي انا بعمله دلوقتي واطور منه، علشان الفيرذر فيجن بتاعتي او عشان النظره البعيده بتاعتي، فاهمه؟ بس ما كانش عندي نظره لبعيد قوي قدام. يعني ما بداتش عايزه افتح شركه. ما بداتش عايزه فاهمه حاجه. يعني I can touch، وفي فرق كبير. يعني انا قادره المس ان في حاجه كبيرة أنا هعملها، لأنه I'm passionate I'm talented، مش talented بس مجتهدة، بعمل اللي عليا، فاهمة؟ يعني أكيد في حاجة، فاهمة؟ بس ما كانش يعني فقادرة ألمس إنه هعمل حاجة من out of كل ده. بس مش حلمي كنت ان انا فاهمة. عشان كده عايزة يعني مش عيب، مش يعني اللي عايزة اقوله للناس انه مش عيب ان احنا نبقى عايزين نفتح شركة، بس احنا نبقى عارفين ان احنا عايزين نعمل بيزنس out of ده، نفتح يعني يبقى الحلم بيست على الجيرني اللي احنا عايزين ناخدها، او الحاجة اللي احنا عايزين نبقى into it. يعني مش الحاجة اللي تمشينا وخلاص، مش الحاجة امشي على اللي انا عايزة اوصل له في الاخر. بالظبط. خايفة من ايه في عشريناتك؟ يا نهار ابيض. قولي لي. طب قولي لي، انا بخلص، تعالي قولي لي خايفه من ايه؟
بصي انا خايفه ومش خايفه، يعني فاهمه، يعني انا خايفه لانه آم، خايفه عشان يعني بحس ان الخوف ده حاجه طبيعيه. انا بادئه بدري قوي، فاهمه، فكل حاجه يعني طبعا الموضوع ده قل قوي دلوقتي. زمان الخوف كان اكبر، فالحمد لله الحمد لله يا رب. يعني الخوف دلوقتي اقل بكتير لانه محوطني الاكسبيرينس اللي انا ببنيها وبعملها، فاهمه. زمان كان رعب بقى، انت مش فاهمه، يعني ما عنديش حاجه بلا اكسبيرينس you're too وبلا young تبقي خايفة يعني كده أصلا. أنت you're too تخيلي young. ان زمان كان اكتر، يعني زمان كان اكتر. كنت دلوقتي انا صغيرة قوي، يعني أنت شايلة هم أنا هعمل إيه في شغلي وحاجتي اه وحياتي بدري قوي يا بتول. وده اللي بيحركني، يعني الخوف ده. بس الخوف الهيلثي انا كده كده، يعني دايما يعني بعمل، يعني بحس انه اقوى اسلحتي ان انا بعمل اللي عليا وبجتهد حتى وانا مش، يعني في عز ما انا مش قادره، فانا عامله اللي عليا والباقي على ربنا. وعمرها ما يعني ما خيبتني يعني. طب فانا خايفة من إيه برضه؟ خايفة يعني من الحياة عادي، خايفة من what's next؟ واتس نيكست، خايفة دايما من واتس نيكست. وبحس انه مش عيب، يعني عارفة. زمان من كتر ما انا خايفة تسأليني خايفة من ايه، اقولك مش خايفة من حاجة، فاهمة، من كتر ما انا خايفة. بس انا بشر، يعني انا انسانه، فاهمه. انا برضو يعني بنت، وفاهمه يعني في مجتمع، فعندي حدودي. دايما بفكر انه انا ايه الليميتس بتاعتي اللي انا لازم اراعيها، ايه اللي ليا وايه اللي عليا تجاه اللي عندي. تيم دلوقتي بيشتغل معايا، فايه ايه اللي ليا وايه اللي عليا تجاه التيم، تجاه كل الناس، تجاهك وانا قاعده قدام، يعني تجاه كل حد انا بشوفه وبتعامل معاه. ايه المسؤوليه اللي عليا تجاه الناس دي؟ مش حاسة إن أنت دخلتي نفسك في حاجات كتير قوي بدري؟ مش ندمانة بس أو بالنسبه لي it's متوترة؟ worth يعني it. how do you feel about it؟ it's worth it بالنسبه لي. it's totally بصي، يعني انا جايه لك وانا كل يوم بقول لك عندي تشالنج اكبر من مشكله اكبر من، بس it's definitely worth it. يعني it's a journey، فاهمه. يعني زي ما انت كنت لسه بتقولي it's a journey، يعني أيوة إحنا قلنا ده أوف كاميرا عشان ما ما دي كانت قلناش لسه البتاع. بتقول ده بالظبط اوف كاميرا، انه فعلا it's a journey. it's worth it. ليه؟ لانه التعلم من الخوف ومن من المواقف اللي انت بتعدي بيها، ومن الناس الوحشه اللي انت بتقابليها، ومن الناس الكويسه اللي انت بتتعاملي معاها، و و و ومن القصص الانسبايرنج اللي بتسمعيها من الناس اللي حواليكي، حتى لو ناس ما تعرفيهاش وبتشوفيها على السوشيال ميديا. كل ده بيصنعك. يعني لو انا ما كنتش دخلت نفسي في الحاجات دي كلها من الاول، برضو ما كنتش هبقى مرتاحه. يعني برضو كنت هحس ان انا فاضيه. وبحس انه الانسان يعني بيتخلق من ده، يعني مش بيتخلق، يعني بيبقى دي الكلمة برافو، الأصح. بيتكون بالظبط من الصعوبات اللي حواليه. وبعدين بالعكس انا حاسه انه انا محظوظه، او انا ربنا فضلني انه انا او اكرمني ان انا ابتدي بدري، عشان انا كنت very raw. وكان عندي الوعي وانا صغيره والطاقه انه انا، يعني انا وانا كبيره لو كنت مثلا في حاجات معينه، مواقف معينه، لو انا كنت عديت بيها وانا متخرجه، ما كنتش هقبلها، ما كنتش هستحملها. فبالعكس انا الحاجات دي اتحطيت فيها بدري قوي، فاخدت الدرس واخدت الخبره، وسبت بقى هي حصلت ازاي، يعني حصلت زي ما حصلت، فاهمه. طب بس تعالي نرجع كده لحاجة قلتيها، إن أنا بنت ولما باجي أبقى في حاجة معينة بحط ليميتس، بحط حدود معينة وكده عشان أنا بنت في مجتمع. خليني أسألك حاجتين. كبنت في الشغل أو الفيلد بتاع الميديا ب100 راجل، إيه ب100 راجل. يعني أنا ما بحبش جملة 100 راجل دي، عشان إحنا ست 100 ست أحسن من ست 100 راجل. أنا آسفة، 600 ست يا ست. الستات ستات. ليه لا أنا بس أبقى 100 قصدي راجل؟ يعني انا I can do فاهمه، both. انا عندي كونسبت مريبه قوي في موضوع الفيمينيزم ده، ممكن نتكلم عليها بعدين. ماشي. بس يعني بشرح لك انا جايه منين. بس ان انت بنت، وبرضه فكره ان انت في فيلد ميديا وانت محجبه، دخلتي موديلنج وانت محجبه، بتشتغلي في فيلد، يعني بعض الشركات لو كنت انت ابتديتي تبقي امبلوي مش تشتغلي فريلانسر على طول، ممكن بتترفضي عشان انت محجبه. قولي لي ده أثر معاكي في حاجة، فرق معاكي في حاجة، ولا الحجاب كان بالنسبة لك
مش عامل اي ازمه خالص، ما كانش عامل اي ازمه بالنسبه لي. انا بحس ان هو مش موضوع حجاب على قد ما هو strong inner belief، يعني في inner strong belief جوه البني آدم إنه أنا بعمل الحاجة الصح. فلو ال inner belief ده قوي، صعب إنه حد إلا بإذن ربنا طبعا يعني يجي يهده. انت عارفة ان انت كده كده بتعملي حاجة صح، انت بتعملي حاجة سواء هي حاجة زي الحجاب يعني فرض ديني، أو هي حاجة مجتمعية يعني حاجة في المجتمع زي أي بنت بتراعي حدودها أو كده. ف at the end of the day أنا بعمل حاجة صح، في المقابل أنا برفض حاجات غلط بالنسبة لي، أو حاجة مش غلط بس هتتعارض مع البليف اللي جوايا. فبالعكس أنا بحس إنه كل حاجة، أنا كان نفسي أبقى مذيعة بس ما كانش ينفع أبقى وانا مذيعة. كمان بصي بحققه النهارده انا مش محتاجه. ايوه انا بحقق ايوه حلمي ده النهارده. ايوه كان نفسي ابقى مذيعه وجيت من اسكندريه على القاهره عشان خاطر ادخل ماسكوم على اساس ادرس برودكاستنج واشتغل مذيعه. في الاخر اكتشفت فيلد الماركتنج والادفيرتايزمنت وبتاع وكده، حبيته اكتر بكتير. بس فضل عندي الحته بتاعت انا نفسي اشتغل مذيعه واحاور الناس يعني وشكرا مش عارفه ايه على اوصل واستنونا في الكاميرا حلقة كده جديدة. دلوقتي عايزه الكاميرا هاي. أنا عملت أي. بودكاست بتاعي بعد كام سنه. انا عملت فيديو على يوتيوب وانا عندي 14 سنه. كان موبايل الله يرحمه بقى كان بيعمل سيت اب، بنعمل نفس السيت اب كده، نحط اضاءتين والكاميرا الفليب دي فاكراها ايوه وبتاع وكده. كنت قلت برضو نفس الهاي يا جماعه دي كده، انا هعمل برنامج على يوتيوب ومش عارفه ايش، نفسي اخش اعلام. كنت في ثالثه اعدادي وانتوا بقى تقولوا لي ينفع اخش اعلام ولا لا. وبعدين نزلنا الحاجات دي لو عندك. لا في الارشيف. طب ابعتيها لي. هبعتها لك عادي. بعدين بجد. عملت حلقه اصلا على اليوتيوب بحالها، وبعدين دي حكيتها في كذا حاجه يعني. اتريقوا عليا وبتاع، فكان لسه باسم يوسف طالع، فهي انسبايرد بقى المحتوى حتى الساخر ده ما كانش كده يعني. انا عاملاه 10 دقايق، ليه ناس تاخد 10 دقايق تريق ايوه يعني بجد. فوقفت، كان زماني مليونيره لو كنت كملت. متخيله من سنه من 2011. ايوه فكان نفسي اشتغل مذيعه قوي. وبعدين طب يلا اعملي البودكاست بتاعك. ايه اللي خلاكي ما تبقيش مذيعه؟ يعني الطريق، فاهمه يعني. انا كان عندي حلم يا باشا انت لسه 22 سنه الطريق. انت في اول الطريق. ما يا ماشي، ما هو الحياه قدامنا اهو يا ماشي. صاحبي. الحياه قدامنا. بس قصدي انه انا كنت عايزه اخش اعلام، يعني هي كانت بدايه الموضوع. انت دخلتي بزنس مانجمنت؟ انا دخلت انترناشونال بزنس وتخصصت مانجمنت. اوكي. فهي مذاكره زي انتي فعلا. انا كاتباها في البايو عندي كده. بس فهي كانت بدايه بالنسبه لي ان انا ادخل اعلام، وما دخلتش اعلام. حاولت اشتغل مذيع، ما حاولتش بصراحه قوي. انا يعني مش من النوع اللي يعني خلاص. انا عندي زي ما بقول لك عندي حلم وعندي بلان، وانا بلان الاكسكيوشن بتاعه الحلم ده. وانا في الطريق بنفذ، بدل ما كان الطريق المفروض يمشي كده حودنا سنة يمين، حودت يمين وكملت ومبسوطة. بس انت برضو بتعملي الكونتنت اللي احنا بنعمله. ما طلعته في ده يعني، طلعته في حاجة يعني الفيم بس قصدي كان نفسي انه انا ابقى في التلفزيون بقى وبتاع وكده. وانا كمان بس يعني بس الحمد لله يعني ما اللي احنا بنعمله هو ده الصح، هو ده الأحلى، هو ده الأحلى والأحسن، وده الاذر فيرجن يعني of it يعني. يس والنيوست كمان. سؤال، شايفة الارتباط فين في حياتك مش شايفاه. شايفاه بصي اتس اوكي ممكن تبقيش شايفاه دلوقتي عادي. لا مش شايفاه دلوقتي بصراحة. هو ده الصح. انت لو شايفاه دلوقتي يبقى دي مشكلة يعني. لسه هقول. بصي من وجهة نظري ماليش دعوة لو اي حد عايز يتجوز صغير. انا عايزة اوضح، كل واحد حر. انا عايزة اوضح انه مفيش صح ومفيش غلط، بس الأضمن من وجهة نظري انه يعني انا عندي معتقدات كتيرة قوي تخليني أصرف نظر في المرحلة اللي أنا فيها دي عن الجواز في السن ده. زي إنه البني آدم مفيش حد هيساعدك إلا لو أنت قررتي إن أنت تعرفي إيه الحاجات اللي أصلا بتساعدك وتساعدي بنفسك الأول، يعني تبقي أنت كويسة علشان أي حد هيدخل في حياتك بعد كده يبقى كويس. عندي معتقدات تانية زي إنه مش الصح إنه أنا يعني حد يبقى أنا في حالتي أنا كبتول. طبعا في ناس مبسوطة وسعيدة بده ويعني اليوم عايزة كل الاحترام، بس أنا
يعني انا ما احبش انه انا ابقى حد يعني بيصرف عليا مثلا او حاجه وانا ما عنديش بيز. انا لو البيز ده، لو انا جوزي مثلا مش موجود، انا هعمل ايه في بس حياتي؟ هو by religion he's لا، obligated ما to انا do مع that ده، ما هو يعني. هيصرف عليا طبعا. ما انت فاكره امال انا هعمل ايوه فلوس كده، انا واشيلها معايا؟ انا برضه هعمل فلوس feminism واشيلها معايا انا، وهو هو يصرف يصرف عليك. عليا برضه، بس هي موجوده يعني. انا البيز بس بتاعي صح، لا ان موجود. انت تبقي سواء financially independent قبل ما تبقي مع شخص مع اصلا شخص بيخلي العلاقه healthier، لانه صح، هي مش مبنيه على بناء احتياج احتياج مادي. مادي. جزء من انك تبقي مع حد فيه احتياجات بتمليها، بس ان مبقاش جزء من الاحتياج المادي ده، او مش احتياجات بتمليها لان دي جمله غلط. بتكملوا بعض في حاجات، عشان لو عندك احتياج كريزي بقى انت في حته ده اكستريم، بيخلي نسبة خلي كبيرة العلاقه مش أصلا healthy. وده بيخلي نسبة كبيرة من البنات مستعجلة على الجواز. يعني بيخلي في ظاهرة في يعني كل ما كان البنت واعية أكتر وخاضت متعلمة أكتر. متعلمة هنا مش قصدي متعلمة دراسيا، أنا قصدي متعلمة خبرة في الحياة. كل ما يعني في بنات بتتجوز بدري، وبعدين بعد 7 سنين جواز تكتشف إن هي عايز تكتشف نفسها بقى. تكتشف فيرجن جديد خالص ما كانتش تعرفها من نفسها. انا من يعني انا من سنه غير من 3 سنين فاتوا، غير من 3 سنين جايين قدام. يعني انا هبقى مختلفه. فليه يعني حاسه اقدر امتى نفسي من هتفكري دلوقتي؟ في الارتباط؟ حاسه اواخر العشرينات اوائل الثلاثينات كده، والله اعلم. قولي لي وانت وانا قدك يعني لا يعني بعدية؟ بعد اواخر العشرينات، ما يعني اعتقدش. 28 28 مش 29 ما هو انت، ما هو 30. انا هفهمك. تعالي هقول لك بقى من قولي لي بقى. تعالي بقى قولي لي. بصي يا حبيبتي انت دلوقتي 26، اه فانت عقبال ما تعرفي على حد تقعدي سنه سنتين، اه فهتبقي كام؟ 28. اه فهتتجوزي على اوائل الثلاثينات. انت عايزه تتجوزي في اوائل ما الثلاثينات؟ عنديش مشكله. ماشي، بس هيبقى حته انه فكره ايه، من اول 26 تبتدي تفكري في الجواز عموما. وفي فرق ما بين افكر في الارتباط وافكر في الجواز. انه في فكره انه انا عندي حد وبنتكلم كل يوم مش عارفه ايه وبتاع، او لو متصاحبين او مرتبطين او اتقابل، وانا بفكر في عايزه اعمل اسره مين البارتنر بقى، واستقرار. مين اللي أيوة. مين اللي هنشاركه. هنعمل هنشاركه، هي شركه، مين اللي هنعمل بيزنس بارتنرشيب كده. بص يعني بيزنس هو ميتشوال اجريمنت بحت على ان احنا هنمرج ايوه هنمرج forever. عشان نعمل حاجه ان في تو انتيتيز كويسين لوحدهم لاقيين على بعض بس هنحطهم على بعض المفروض في يخلوها بيت واحد. كويسه اكتر. ايوه لكن لو هنحطهم على بعض في شركه هتخسر وشركه هتقوم او مش عارفه ايه. انا ما بعرفش نبصلهاش غير كده، انا ببص على كل حاجه شبه عامة البيزنس. هي على المدى البعيد هي كده. هي كده. أيوة. هنمرج، هنقعد نتكلم اوكي، بس تبتدي تفكري من 26 27 انت هتلاقي كل دايرتك ابتدت تخش في الحته دي. ايوه صح. هتبتدي تلاقي تتوتري حاجه بسيطه يعني. دي لا ليه، انا فقرة اصحابي عامه بيتخطبوا دلوقتي ما شاء الله. انا 22. اصحابي يا ده عندي واحده صاحبتي جايه لسه مخلفه يزن. 22 وخلفه. لسه جايبه يزن، نبارك لها يا جماعه. انا بس لسه والله انا بحس ان انا لسه ما خلصتش تربيه بس عشان اخلف حد انا اربيه. لا دي انا الخلفه بالنسبه لي لسه مش حاسه ان انا جاهزه خالص. بالعكس يعني انا من دلوقتي بشتغل على ودي حاجات هنرجع لها احنا بنتكلم فيها مع بعض. بشتغل على شخصيتي ونفسيتي وعلاقتي بربنا، عشان لما ابقى حاسه اني قادره وجاهزه ابقى فعلا زوجه وام صح في بيتي. ايوه صح. لانه حته ان انا بس في البيزنس شاطره وجامده، طب وبعدين؟ ايوه صح. يعني كنت لسه في ابيسود من الابيسودز بقول احنا ربنا خلقنا ان احنا هنميت لحد فكره الاستجمه بتاعت لا وانا احسن لوحدي ومش عارفه ايه. لا ربنا خلقنا ان احنا نبقى ازواج طبعا. يعني خلقكم، قولي لي صح. خلقكم الله ازواجا. ايوه صح. سلام يا سلام. لا عيب لا 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 قاريه ومذاكره ايه يا جماعه ده. فهي الفكره انه ربنا خلقنا فعلا كده. فحاسه عايزه ابقى بريبيرد لده. اي واز بريبيرد. يعني ليه بنجهز للشغل وبنجهز لانترفيو وبنجهز لكامبينز بنجهز لكل حاجه، ومش بجهز ان انا اعمل اهم حاجه في حياتي، ان انا ابني بيت واسره واجيب حد اربيه ان هو يبقى سوي. صح. مش هقدر اطلعه 100% سوي، بس ان انا اقدر اطلع بان انا اجهز نفسي ده. يعني حتى هنتكلم على علاقتنا بربنا الحته اللي جايه، بس انا لما بقعد اصلي، يعني احنا عندنا ما بنقولش بدعي، بقول أيوة. اصلي. بقعد بصلي لا يا رب انا في بروجكت تاني في حياتي انا بقدمه اللي هو جواز او كده، وبصلي من قلبي انه يبقى حاجه زي ما انت عايز، او حاجه تكون بتفيد الدنيا. وانا كمان مش وانا كمان بدعي بده من دلوقتي عامه، عشان
انا قد ما اقدر عموما ما بين الناس بعيدا عن الارتباط والجواز، قد ما اقدر بحاول اسيت الهيلثي باوندريز بيني وما بين اقرب الناس ليا حتى اخواتي يعني. باوندريز دي فاهمه دي اهم حاجه. انت شايفه، عشان انا معاكي برضه ان انا احط باوندريز حتى في علاقاتي في بيت اهلي، احط حدود طبعاً. لاهلي ده يعني طبعا. ايه بقى الكلام ده بقى؟ يعني ايه باوندريز مش مسافه، هي الباوندريز مش لازم ان هي تبقى ديستنس، يعني مش لازم تبقى مسافه بعيده، بالعكس هي ممكن تبقى افعال، ممكن تبقى سيستم، ممكن تبقى حاجه بس عشان تخلي البيت احسن، عشان تخلي علاقتك باقرب الناس ليكي احسن. بالعكس ده لو ما فيش يعني ساعات انا ساعات مثلا امي في وقت اوقات من حياتها كانت من كتر الضغط مش عارفه فقدت ان هي تعمل ازاي باوندريز. يعني انا اهلي منفصلين، ف يعني مامي من كتر الضغط ساعات هي الاب والام وكل حاجه هي فقدت ان هي تعمل ازاي باوندريز. فاي هاد تو انا اساعدها ان هي تعملها عشان نعملها، عشان نعرف. ايه التيرنينج بوينت اللي خلاكي تحسي عايزه احط حدود لعلاقاتي والناس اللي حواليا؟ مفيش turning point، بس المحرك الأساسي هي إن أنت عندك أهداف معينة عايزة توصل لها. الأهداف دي بتميك سنس جدا مع البشرية، فأنت محتاجة اللي حواليكي بس يساعدوكي إن أنت تعمليها. يعني طب انا لو مامتي مثلا بتقعد تتدخل في حاجات كتير قوي في حياتي وفي قراراتي وكده، هل وانا خلاص يعني خلصت مثلا جامعه او كده، انا مش بتكلم على مش بعصي حد على اهله، بس بتكلم في النيجاتيف امباكت بتاع ان احنا بنعيش دريمز اهالينا. ف شايفه انا المفروض احط حدود. هو اصلا ساعات الحدود هنا بتبقى مسايسه، فاهمه حاجه؟ يعني مش دايما الحدود بتبقى لا، او ان انا ابقى بعصي اهلي. لا لا، انا ساعات يعني انا من ضمن الباوندريز اللي حطيتها لامي في وقت من او اللي ساعدت امي ان هي نعملها مع بعض في وقت من الاوقات، ان هي كانت بتيجي معايا الشغل. انا ما كنتش بنزل من البيت، يعني اللي هو عارفه انا كنت من الاهالي اللي هو ايه، انا خارجه مع صحابي. اولا انا بقالي اسبوع بتحايل عليها عشان تخرجني يوم الخميس، يعني انا من الخميس اللي فات بتحايل عليها ان انا خارجه الخميس اللي جاي، وعارفه ان الخميس اللي بعده مفيش خروج عشان خرجت الخميس اللي فات. فانا نازله يوم الخميس ده من الساعه 5، هي بتكلمني الساعه 7، يلا يا حبيبتي احنا نص الليل انت فين؟ احنا كنا كده. دلوقتي انا مامي بعد ما اخلص معاكي تصوير هكلمها اقول لها انت بتساليش عليا ليه؟ فاهمه يعني فاهمه حاجه؟ بس قصدي انه ساعتها بقى لما فتخيلي مثلا واحده يعني امي كده، يعني الاهل بالطريقه دي، انا بقول لها انا عايزه انزل اشتغل، سيبيني انزل اشتغل، فاهمه؟ فكانت بتيجي معايا الشغل في الاول، وانا داخله الشغل اكلمها، وانا في نص الشغل اطمنها، وانا خارج بعد ما خلصت شغل. فطبعا هي خلاص هي عارفه جدولي، ببعت لها لايف لوكيشن. مسايسه ساعات الحدود بتبقى مسايسه مش تدخل عادي. ولازم يبقى برضو احنا يعني تينيجرز عندنا الوعي الكافي ان هم هيسيبوكوا. هو يعني الخوف ده هو هم عايزيننا احسن منهم، يعني الا من رحم ربي، اللي اسمها ايه يعني الا قليلين قوي هم اللي بيبقوا يعني حالات مستعصيه. انا يعني بس انا قلت لك ايه من شويه، خلاص يعني ما تضغطيش عليا، انا مش عارفه ما تضغطيش عليا ارجوكي اكتر من كده الحقيني. عايز عايزيني يعني. لا بس الحدود مش لازم تبقى لا. انا اتعلمت الحدود على كبر قوي، حتى بعلاقتي باهلي. كان بالنسبه لي ان انا احط حدود لعلاقتي بمامتي مثلا. يعني ايه احط حدود بعلاقتي مامتي اصلا الحدود لما اتحطت حسنت علاقتي بمامتي، حسيت ان هي مامتي، حسنت علاقتنا ببعض، لان انا في حاجات هي مش عارفه ان هي خلاص. انا حصل ترانزيشن فيز من ان انا 19 سنه 20 سنه 21 سنه 22 سنه، ابتدى الموضوع خلاص انا بطلع من ان انا يعني بقول خلصت التربيه. حاليا انا بقى في الترايل فيز بقى، التربيه دي وصلتني لفين. وفي لما حطيت حدود في علاقتي بيها في طريقه معينه او كده، خلت علاقتي بيها اسهل واريح بكتير، لمجرد ان انا حطيت باوندريز مريحه بالنسبه لي وبالنسبه لها واتناقشنا فيها. صح. لانه ناس فكره لا يعني دي مامتك ومش عارفه ايه، لا. ممكن حدود في طريقه كلام على موضوع معين، حدود صح. في انا عايزه اهتمام شكله عامل ازاي في الوقت ده من حياتي. حدود في سبورت، انا عايزه سبورت بشكل عامل ازاي، لانه ممكن سبورت معين او طريقه حب معينه تبقى بتضغطني، اللي هو مثلا انت ما بتجيش ليه اسكندريه كل شويه تشوفيني او كده. الطريقه دي بتحسسني بالذنب. بس لو حطينا حد انه بلاش نقولها كده، نقولها مثلا بطريقه انه انت وحشتيني، انا عايزه اقعد معاكي، انا عارفه ان انت مشغوله، هنقعد مع بعض امتى. الفرق الصغير ده فرق انا في نفسيتي،
فاهمه؟ ايوه صح. ده القصد في حته الباوندري، لانه ايوه صح. وساعات طبعا في اطار الحدود اللي انت تقدري تتحكمي في انك تعملي، يعني في حاجات مرتبطه اكتر بانه لما تكبري شويه، بانه وانت اصغر شويه خلاص فهي فاتت، فاهمه حاجه. مش ندمانه انك ما اشتغلتيش في يعني اول ما اتخرجتي كفول تايم جوبس في حته او كده؟ لا انا حاسه ان انا يعني ما اعرفش اعمل حاجه غير اللي انا بعملها دلوقتي يعني. اجابه بحبها قوي عشان انا برضو بقول على نفسي نفس الحاجه. يعني ايه ده، احنا اخوات احنا طلعنا ماتشنج بحاجات كتير موت. طب نرجع للحته اللي كنا بنتكلم فيها على ربنا. ده ماي فيفورت بارت هيبقى. احكي لي كده احلى كلام. علاقتك يعني كنا بنتكلم برضو في الابيسودز اللي فاتت انه علاقتنا، يعني كل حد قاعد يتكلم اليقين اللي كان موجود بسبب علاقته بربنا سهل حاجات كتير قوي 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 على كل حد كان قاعد. صح. بغض النظر عن الدين او كده، في الاخر ربنا. فقولي لي علاقتك بربنا بتفرق معاكي ازاي في مرحلتك في العشرينات دي؟ حتى كمان كنا بنتكلم على حته ان هي ساعات بيرسيفد ان هي تروحي تقولي مثلا قريبه من ربنا، انا بصلي، انا مش عارفه ايه، لاك اوف رواشة يعني، اللي هو ايه ده، لا فاهم. فازاي بتقدري بقى تنكوربريتي علاقه ربنا في حياتك، في شغلك وفي كل الحاجات دي؟ بصي، يعني 90% من البيليفز اللي عندي دلوقتي، وازاي انا اتكونت، شخصيتي اتكونت وطورت وبتتطور وهتتطور على مدار السنين اللي فاتت واللي جايه، ما كانتش هتبقى كده بالتوازن ده لولا يقيني في ربنا، لولا ايماني من جوايا بانه يعني بصي بقى، هي ولا بتبقى شطارة ولا بتبقى اجتهاد ولا بتبقى، يعني هي بتبقى اجتهاد وسعي وصبر بس حاجات كلها عايزة لها بقى عايزة لها حاجة تشجعك وتخليكي تكملي وتقويكي وتصبرك وكل حاجة، هو يقينك بربنا. وكل ما يعني لو الإنسان بدأ أي حاجة هو عايزها بيقين في ربنا، هيشوف من البداية قوي، يعني هيقدر يشوف من البداية انه فعلا يعني اليقين والإيمان بربنا ده، يعني الإيمان بربنا ده أصلا هو اللي بيولد الإيمان ما انت لو مش مؤمنة بربنا ازاي هيبقى عندك ايمان في نفسك؟ ازاي هتبقي مؤمنه بربنا؟ هنا مش فكره الايمان بربنا بوجوده، ايمان في خطته، ايمان في عمله في حياتي، هيعمل ايه في حياتي. فدي عشان محدش يفتكر احنا مش بنتكلم ده جيفن، ده مش ديني ده جيفن كده ان احنا مؤمنين. يعني بنتكلم فكره ان انا عشان بس انت عارفه كومنتس، بس عشان بس حته ان انا مؤمنه بالفيجن اللي ربنا حاططها لي ومصورها لي 100%. يعني اليقين في خطط ربنا هو اللي بيولد الإحساس اللي أحلى من السعادة، وهو الرضا. فاهمة؟ الإيمان بخطط ربنا هو اللي مع التمرين ومع خوازيق الحياة. خوازيق دي irrelevant أوي إن أنا أقولها، صح؟ يعني خوازيق فعلا، بس يعني صعوبات الحياة. يعني الإيمان بربنا هو اللي بيخلي الإنسان مع التمرين، مع الحياة ومع خبرات الحياة ومع صعوبات الحياة، يوصل لمرحلة إن هو ما بقاش يزعل من حاجة. يعني بيحزن بس ما في، يعني الأبس يقدر، يعني بيقدر يستوعب كويس وعارف إنه كده هتعدي لأن ربنا موجود في حياته. صح. وقادر يستوعب إن الحياة ups and downs، وإنه ما فيش زعل طول الوقت ولا في فرح طول الوقت، وفي نفس الوقت ما يفرحش قوي لما يحصل له حاجة، يعني يتبسط ويبقى فخور وكل حاجة ويفرح، بس ما يفرحش بالزيادة لدرجة إنه يشوف نفسه، لأنه ده نابع في الآخر ده نعمة ربنا عليه طبعا. صح. بمناسبة الفيلينجز، ايه المشاعر اللي مسيطرة عليكي دلوقتي في الفترة دي من عشريناتك؟ انت أسئلتك حلوة قوي. أنا والتيم الصراحة، التيم برضو انتوا أسئلتكم حلوة قوي. مسيطر عليا إحساس الرضا. حلو. إنه أنا راضية قوي قوي بكل حاجة حصلت وبتحصل وهتحصل إن شاء الله. حلو، عشان انتي always
you had always a FOMO كده الوقت اللي فات. يس ف بصراحة I'm proud it of was you. it was والله لا it was always controllable الحمد لله يا رب يعني. بس دايما حاسه ان انتي متوتره في what's next وفي فومو كده. هو انا صح وصلت لحاجه ف يعني انا فاكره الصيف اللي فات أيوه كنت في داوت فيس kind كده. of yes. ف I'm very proud انك حاسه كده دلوقتي. الحمد لله يعني. الحمد لله مش يعني الحمد لله بس يا انتي رب. عارفه انا بحسك اختي الصغيره. البنت أيوه. دي اوفر قوي بس بحسك أيوه اختي لا مش الصغيره أختي كده. يعني يا بنت يا بنت اختي الصغيره. أيوه ماشي اختي تكبريش الصغيره. نفسك. لا اختي بس بجد اختي ماشي. الصغيره بشوف فيكي نفسي وانا صغيره وانا ببتدي. أيوه. بجد. ف لا ويعني ما شاء الله عليكي. لا انتي احنا we're on the same track بجد. بس الحفرقه والحاجات دي كلها فان انتي دلوقتي بتقولي لي this is your feeling it makes my heart very full يعني. الحمد لله. وحاسه ايه كمان؟ وحاسه انه انا مسيطر عليا احساس اللي هو الحب، ان انا عندي طاقه ان انا ابقى حابه الحاجه اللي انا بعملها. يعني انا passionate طول الوقت، بس دلوقتي I'm more passionate لانه انا الحاجه اللي بعملها نيش اكتر وانا stable فيها اكتر ومتمكنه منها اكتر. فحاسه انه انا عندي unconditional love للحاجه اللي انا بعملها وللدايره اللي حواليا بدايات العشرينات يعني حلاوه البدايات يعني. لا والله بالعكس لا عايز انا بقولك كل ده مع يعني انا جوايا أثر كل حاجة بعدي بيها ويعني جوايا البين وجوايا جوايا definitely. ولكن أنا بحاول طول الوقت إنه أنا لو أنت مثلا جيتي كلمتيني عن أي حاجة هتلاقيني عن شخص مثلا هو ممكن يبقى يعني بصي سئيل بس ايه اخباره بتاع، هتلاقيني بقولك والله العظيم هتلاقيني اوتوماتيكلي بقولك المميزات بس وانا عارفه العيوب وشايفاها بس مش هقولها. اتس مايند سيت ودي حاجه حلوه. اتس مايند سيت بس في شعرايه ما بين ان انا عامل نفسي مش شايف وبعمل نفسي that's healthy. كان في ناس اللي هو ايه ده لا ده جميل بس مش هقولها لا وبتاع لا هقول لا مش لا هو حد ما فيش مفر هقول عادي. بس قصدي انه لو قعدنا قاعده مش هنقعدها يعني مع حد مش بنشوفه كتير وملايه ده مش طايقاه بصي وسئيل وما مش احب حاجه على قلبي ان انا انزل معاه. قيسي بقى على كده كل حاجه في الحياه. انا يعني درس حد يعني فلان طلع مش كويس، حاجه جربتها وطلعت مش كويسه at the end of the day c'est la vie يعني. احكي لي كده عن دايرة علاقاتك في العشرينات يعني. هكلمك من اللي هناك. انا والاتنين اللي قبلكي لما بنكبر دايرة علاقتنا بتصغر قوي طبيعي. بس في يعني برضو الجس كانوا موجودين ان الموضوع is very crucial قوي علاقتهم بصحابهم بتأثر قوي عليهم بشكل مرعب في حياتهم عامة. قوليلي كده especially انك you're so busy وقتك قليل عشان تشتغلي وكنت في الجامعة وكل الكلام ده. احكي عن دايرة علاقاتك في سنك عاملة ازاي؟ الحاجة الكومن معاكو انه فعلا دايرتي بتصغر، يعني كل ما بكبر كل ما دايرتي بتصغر. وانا اقرب لو تكلمي مين اقرب حد ليا اخواتي يعني دول اقرب حقيقي. دول اقرب حد ليا، ناس اقرب ناس ليا. يعني في حاجات كتيره جدا ممكن اقرب صحابي ما يعرفوهاش بس اخواتي عارفينها، ده اساسي يعني. هم دول السيفست زون بالنسبه لي. الحمد لله يا رب يعني. يعني انتي بتستمدي البارت بتاعت الفرنشيب دي اكتر من البيت اكتر من الصحاب من يعني اخواتي من اخواتك يعني من البيت اكتر من بستمدها من اخواتي اكتر يعني مش اكتر من صحابي يعني. كل حد ليه حاجه بس البيلر المسيطر على يعني نقطه دي اكتر قوتي وضعفي نقطه قوتي وضعفي اخواتي. هم اصغر مني. عندي اخت اصغر مني بسنه فدي تقريبا ماي توين اللي لسه متخرجه صح؟ اللي لسه بتتخرج. هي بتمتحن، كان عندها امتحان النهارده. ايوه شفت الصور وكده كنت كيوت قوي. ايوه وعندي اخت تانية، احنا 3 بنات. وعندي اخت ثالثه هي اختي الصغيره في ثانويه عامه هي السنه دي يا حبيبتي ربنا معاها. بس فهم دول. وعندي صحابي من المدرسه دول اساسيين وصحابي من الشغل ويعني
يعني عندي من الشغل قليل قوي، فاهمة؟ 3 صحاب كده من كل حاجة، هما دول أقرب ناس ليا، وكده الباقي ناس كويسة قوي، وناس very supportive، ومعارف كويسين، و... وانا عامة حواليا مش هتلاقي ناس مش كويسة خالص، يعني الحمد لله الحمد لله يا رب. I'm so blessed ان انا يعني انا ببعد كويس انك عارفه تميزي ده بدري. و on the other side انا مش من الناس اللي بيعمر لي صحاب كتير، يعني عشان برضو ابقى انا قلت كمان مش كل بعرف حاجة. اسستين العلاقات يعني بسبب الشغل. مش معناه ان انت مش بتعرفي تسستين باي ذا واي، ده معناه انه أم، ما لقيتيش او الشخص ده ما كانش قادر يستوعب ما كانش عنده الطاقة ان هو يستوعب زحمة حياتك. فعادي، هي حاجة ميوتشوال، يعني لا هي غلطتك ولا هي غلطته، صح. يعني برضو سيلا في، فاهمة؟ يعني عادي. يعني انا كل الصحاب اللي ما قدروش يستوعبوا ظروف حياتي عاملة ازاي، فكرة ان انا ما يعني في اخر يومي ببقى عايزة حد، بيبقى بتفرق قوي لما يعني بيبقى صاحب اللي هو في اخر يومه يلومك ان انت ما كلمتيهوش، وان انت ما ميبقاش عبرتيهوش، comprehensive ويبقى مبقاش بيلوم فيبقى متفهم. لود اكسترا يعني. بره الشغل اصلا، وبره زحمه حياتي، وبره زحمه يومي، انا شخص اصلا متفهم جدا، عندي قدر من التفهم والتسامح، مش عادي. فالحمد لله. ففي المقابل بكون مستنياه، فاهمه؟ يعني بكون مستنيه ان ده in يبقى return. صح. عندي دايره متفهمه، وحتى لو هتلومني فهي من ورا قلبها اخواتي كده، فاهمه؟ يعني حتى لو انا مشغوله عنهم، لو انا كده وبتاع، فده بيخليني عايزه الاقي لهم وقت، بحاول انا اشتغل على الموضوع اكتر، فاهمه قصدي ايه؟ وفي نفس الوقت احنا عادي، يعني مش معنى كده ان انا مش موجوده، لا موجوده عادي. احكي لي بقى على حاجه كده interesting شويه، الفلوس في سن صغير. حلوه. احكي لي علاقتك بالفلوس عامله ازاي؟ بصي، في الاول خالص كنت بفرتك، يعني اي فلوس بتجيلي انا فرحانه بقى ان انا ايه ده انا لسه ماسكه فلوس وبتاع، بعزق على طول، معيش فلوس على طول، معيش فلوس. طبعا الجملة بتاعت اللي هو الغني مش اللي بيقبض فلوس كتير، الغني هو اللي بيعرف يعمل فلوس من أقل حاجة، حتى لو بيقبض مش عارف قد ايه، دي ما كانتش تاكل معايا زمان. يعني دلوقتي انا مؤمنه بيها وعارف، يعني لو يرجع بيا، طب طبعا عشان يعني فرق خبره وفرق سن. يرجع بيا ايه؟ بتقولي لو انت يرجع عندك بيا 22 سنه يا امي يا امي. طب اعمل ايه؟ طب والله ما هو ده الكلام ده كان من 6 سنين فاتوا، طب اعمل ايه؟ رجع بيا فكنت فرتكيهم عادي. ما انت ما انا لو انت 6 فرتكتهم. سنين برافو، لو كنت لا بس يعني قصدي لو ما كنتش بحوش، يعني لو يرجع بيا الوقت وانا بخبره دلوقتي، كنت قلت لنفسي لا قسمي الفلوس، وكنت عرفت اقسمها ازاي. فعلاقتي بالفلوس يعني بقيت بسعى لها على كبر، يعني على كبر، مش عايزه اقول على كبر عشان ما تقولي ليش انت عندك 22 سنه بس. ماشي. لا لما بقيت اما اتخرجت من جامعه، يعني لما اتخرجت من الجامعه، which is من كام شهر، يعني يعتبر او من سنه، انا علاقتي بالفلوس بقت مطلوبه. يعني قبل كده ما كنتش بسعى لها خالص، ولا كنت بفكر ابدا ان انا. طب توصفي علاقتك بالفلوس في كلمه كده. دلوقتي طبعا انا يعني لا، دلوقتي في التزامات وفي تحويش وفي الواحد بيحاول ان هو ينفست، فاهمه؟ يعني كده. علاقتي بالفلوس اوصفها بايه؟ اوصفها بايه؟ هي سند يعني بالنسبه لي. nice word, it's true. هي سند طبعا. بس مش عارفه سند وايه، بس هي سند ده اساسي. ما اعتقدش ان انا بستخدم الفلوس in a bad way، يعني بس حلو عندك الفاينانشال مايند سيت بتاعت انا لازم احوش ولازم الفلوس. طبعا. ده طبعا ده مهم قوي في الحته دي. شايفه نفسك فين في اواخر عشريناتك؟ شايفه نفسي بصي، انا هقول لك اللي انا فعلا شايفاه في دماغي. ماشي يعني مش هقول لك، مش هرص لك. ماشي all ears. قولي. شايفه نفسي في، يعني كلمي بتقول كده وهي قبل ال 30 بيوم بيفتحي يتفرجي عليها. انا حاسه ان ده هيبقى يوم حلو ان شاء الله. يعني لا عادي على فكره، هتبقى يوم حلو. يعني يوم وحش ليه؟ يعني تتوتري شويه بس تمام يعني. يعني حاسه ان ده هيبقى يوم لسه بعيد قوي، بس حاسه ان هو هيبقى يوم حلو. نفسي اكون في بيتي على كنبتي كده، قاعده مستريحه. انا
اكشلي بروح بيتي على كنبتي برضو، بس بيتي انا يعني فاهمه، بيتي اوكي. انا. آم، و بمانج الشغل، قادرة ان انا عندي الفريدم ان انا امانج الشغل من البيت عادي، ومعايا الكاليبرز او التيم اللي انا اللي حابب فعلا الحاجة اللي هو بيعملها، وويل تريند على الشغل اللي هما بيعملوه. ممكن قبل 31 بيوم يبقى عندي الأحسن من ده يا رب يعني، بس يعني أو أبقى في حتة ما كنتش أتخيلها يعني بس تخيلي إن دي أقصى طموحاتي في الحياة. وطبعا أبقى لقيت الشخص المناسب مناسب. اللي هيبقى فعلا اللي هنشارك بعض، يعني هنبقى عندنا البارتنرشيب إضافة إن إحنا نضيفها لبعض. و يبقى عندي بيبي اكيد برضو 31 ولا 30 سنة ده يعني اكيد يبقى عندي بيبي. طبعا هو يعني محتاجة تتجوزي قبل ال 29 اهو. لا بس اصل ده انا لازم اقول كده يعني، انت بتكلميني على 30 فانا لازم اقول كده يعني يعني لانه انا يعني لازم تبقى دي واحده، يعني اكيد هطمح لحاجه زي كده وانا عندي 30 سنه فاهمه. والله ما جت ما جاتش بس انا مش اصلا لسه بفكر دلوقتي وانا بقول لك عندي بيبي، دي حاسه انا بقولها لك كمالة فاهمه، اللي هو يعني انا مش لامساها قوي لسه فاهمه يعني لا لسه مش which is fine بس completely fine. بس اكيد يعني شايفة نفسك stable بالظبط. شايف من الاخر شايفه نفسي ستيبل و وانا هبقى ستيبل عامه لما احس ان انا سبت الامباكت اللي انا عايزه اسيبه، او وصلت لمرحله ان انا بسيب الامباكت اللي انا بتمناه طول حياتي يعني. هيجي عن طريق بقى الخبره والعلم ايه ممكن امباكت تبقى عايزه تسيبيه؟ ليفل معين من الامباكت، يعني هو ليفل معين من الامباكت هيجي لما في يبقى حياة غيرك في حياه غيري. في حياه غيري بالظبط، على حياه الناس اللي حواليا عامه يعني. بس what shaped you to who you are دلوقتي كده؟ you're young I'm not denying وانت وماتيور قوي على اللي انت بتقوليه ده بجد بجد. يعني اللي انت بتقوليه ده لا يعني عايز سنين ضوئية، مش ضوئية بس عايز حد عدى بكتير قوي عشان يكون وصل لهنا. ده ايه اللي shaped you اللي انت فيه؟ مش عايزه ابقى دراما واقول عادي بين، بس يعني دروس صعبه يعني، صعوبات يعني في فاهمه. البيت شغل كله يعني في البيت وفي الشغل و يعني يعني انا كنت في وقت من الاوقات اصلا حته الصداقه والخيانه من الاصدقاء والحاجات دي اصلا ما كانتش بالنسبه لي تضايقني اصلا فاهمه يعني. كنت اصلا مرحله ان الحاجات دي ما تضايقنيش، بقيت عارفه ان انا افويدت اصلا عشان ما تحصلش فاهمه يعني. ليه؟ لانه ايه اللي وصلنا لهنا وانت عندك 22 سنه صعوبات يعني. مش هتقولي لي واحده منهم يعني؟ اعتبريني انا بوخاش قولي قوي كيف كانت طفولتي؟ البنت دي انا بوخاش قوي فعلا. واحده من الصعوبات ما انهي واحده بس هم كتير يعني، هم كتير. حاجه واحده بس من ربنا كتبها عليك، حاجه واحده يعني. لما يعني بدون دخول في تفاصيل بس مش عارفه اقولها ازاي. انفصال اهلك؟ ايه؟ انفصال اهلك؟ لا مش انفصال اهلي، بالعكس انا انفصال اهلي ما حسيتش بيه خالص، بالعكس الحمد لله يا رب. بس يعني اللي جوه المطبخ بقى يعني وقتها يعني يعني انا بابايا ما يعني مش موجود قوي في حياتي فاهمه. دلوقتي يعني مش موجود قوي في علاقتنا، مش احسن حاجه. عادي ما عنديش مشكله ان انا اقول الكلام ده يعني. انا بس بابايا مش موجود، بابايا متوفي بس يعني. الله يرحمه الله يعني، يرحمه الله يعني يرحمه. يعني I feel the أيوة. pain بس in a هو different موجود matter يعني. انا بابايا موجود، فاهمه قصدك. بس هو مش موجود. كان طول انا بحبه جدا طبعا وبكن له كل الاحترام يعني عادي، بس
يعني ما كانش شايفني احسن واحده طول الوقت. فتخيلي الشخص اللي انت بتستمدي منه الفاليديشن والسبورت. الvalidation. ف it took me a lot of time علشان ما بقاش محتاجة validation مش بس منه، ربنا يخليهولي يا رب وهو ومامتي يعني، بس it took me a lot of time عشان الحمد لله ان انا ما فقدتش التوازن عشان يرجع لي. انا الحمد لله ما فقدتهوش، بس يعني it took me a lot of time عشان ما بقاش محتاجة اخده من حتة تانية، لان هو اصلا مش موجود فاهم في البيت. فاهمة حاجة؟ ان اللاك اوف فاليديشن لما بيجيش من البيت دايما تبقى عايز تبقي توب اتشيفر قوي عشان عايزه دايما تثبتي لنفسك حاجه هي اصلا مش صح. بس هو الموضوع كان يعني واصل معايا، انا اول مرة اقول الكلام ده في حياتي. بس الموضوع كان واصل معايا لدرجة انه انا مهزوزة قوي، يعني انا مهزوزة قوي. ف لدرجة ان انا قررت اهز نفسي اكتر او اهز نفسي من جواها اكتر لما قررت اشتغل. انا معيش حاجة ابدأ بيها يعني، فاهمة؟ بس في نفس الوقت ربنا يعني ربنا والله بجد يعني ربنا كان عنده خطط وانا مشيت، يعني انا مشيت حسب البلانز بتاعته. Thank you for sharing. عشانك انت بس الحته دي اعيط دلوقتي. لا ما تعيطيش ارجوكي. لا انا تمام. هنطلع من الحته دي فيها سؤال تافه جدا جدا. لا خلاص يا نهار اسود انا عملت تمام. ايه؟ انا عملت ايه؟ لا يا لهوي على الشطاره. طيب سؤال، لو عايزه يبقى عندك 20 سنه في اي وقت تاني غير اللي احنا فيه دلوقتي ده، عايزه تبقي فين؟ الوقت ده. الوقت ده؟ الوقت ده. كنت متاكده انك هتقولي كده وكنت اتمنى تقولي كده عشان قصتي مختلفه قوي، فاهمه؟ يعني ما كانتش هتبقى كده لو هي في وقت تاني، فاهمه؟ فانا حباها كده يعني. اخر حاجه عشان خلاص مش هضغط عليكي اكتر من كده، هديكي الكارد ده نفس اللي انتي ما سألت كده اليوم 31 يعني قبل ال30 بيوم، هتقريه يوم 30/1 لنفسك، سواء كوت جول اوبجكتيف عايز تحطيه، حاجة عايز تفكري نفسك بيها بعد كده. يعني كلمي بتول وهي عندها 30 ويوم، عايز تقولي لها ايه؟ اكتب لها حاجه وقريها لنا. لحد ما بتول تكتب لبتول الكبيرة. مش عايزين ننسى نقول انه احنا we were hosted النهارده باي كاميلايزر، من احلى الكووركينج سبيسز بجد اللي انا شفتها في مصر. 100% اللوكيشن، السبيس، اللايتنج، الرومز اللي موجوده، كل حاجه. عايزين نقول ثانك يو الكاميلايزر فور هافينج محشور في العشرينات عندكم. ونشوف بتقول كتبت ايه على نفسها. انا هقراه ولا انت هتقريه؟ بس قبل ما اقراه او انت تقريه خليني اقول لك حاجه قبل ما نقفل خلاص. تقريه انت ولا اقراه انا؟ انت عايزه اقراه. بس قبل ما اقراه خليني انا حاولت اموف من الحته الايموشن اللي كانت في الاول عشان so you don't get deeply فيها. لا انا كويسه والله الحمد لله. بس عايزه ارجع لحته الأبوة والحتة دي في حياة البنت بالذات، ولما بيكونش موجود بأي شكل عامة، سواء بقى الانفصال، لمرض، لوفاة، لأي حاجة من الحاجات دي، بتشيب البنت بشكل مختلف تماما. ودايما البنت بيبقى عندها 2 lanes، طريقين ما لهمش تالت. صح. يا إما تفولو الحتة اللي هي فقدتها، عدم وجود الميل فيجر اللي ممكن كان مظبوط لفترة، بس في فترة حصل فيه خلل معين لعدم وجوده عامة، فتشيب انتو انه انا دايما بدور على ده، ان انا الفاليديشن، الحب، انه تاني احنا مخلوقين بالسيستم ده، فاليديشن، الحب، الطبطبه، الحد اللي فخور بيا اول ما اعمل اي حاجه او كده. كل الكلام ده انا عارفه ان هي حاجه مش سهله، وانا برضو بكون اول مره اقول الكلام ده. ان انا بابايا تعبان كان من وانا عندي 20 سنه، يعني لحد لسه متوفي مثلا 24 او حاجه او 19 سنه كمان. فانا والدي مش موجود بقاله فتره كبيره في حياتي، بس الاسد بتاع ان انا عرفت انا كبنت
احط قيمتي، وانه اعرف اعدي فكره انه عندي لاك في الحته دي 100%. كنت محتاجه حاجات ما خدتهاش وعندي لاك فيها قوي، وقدرت اواجه ده واتقبل ده واتصالح مع ده واحاول اعديه واحاول انجح بشكل يخليه فخور بيا دلوقتي وهو فوق شايفني، ويخليني انا فخوره بنفسي ان انا ما كانش كل همي اسيك الفاليديشن او اللاك اوف فيلينج بتاع انا ناقصني حته عايزاها تكون موجوده. وكانت جيرني وكان ستراجل مش طبيعي. I'm extremely proud of you ان انتي في الحته دي النهارده، الحمد لله. لان هي وانا كمان والله مش حته سهله خالص. I can feel you 100%. لانه في lack of حاجات لظروف غصب عننا. أيوة. وان احنا كبنات عارفين نبقى في الحته دي وعندنا اللاك ده. ستيبل، يعني لو انت بنت ستيبل ويعني قدرتي تطلعي من زي ما انت بتقولي ان انت ما بتاخديش فاليديشن من حد وبالعكس، يعني انا بقول يعني انا بدعي له ربنا يديه الصحه ويهدينا لبعض يا رب يا رب، يعني لانه بس لو لا اي بنت بتسمعنا يعني دلوقتي وانت لو انت ستيبل ومتزنه نفسيا وفي نفس واخترتي الطريق بتاع ان انت تبقي تهيل من فكره انه في فقد معين انت تعرضتي له ايا كان الشخص ده موجود او مش موجود، يعني فدي حاجه قوية ونعمة كبيرة قوي من عند ربنا. يعني ربنا بحس انه ربنا بيختار الناس لان هو طريقين زي ما انت بيختار يعوض ازاي كويس، بيختار يعوض ازاي كويس قوي قوي. عمره ما بينسى بجد، عمره ما بينسى. طالما خد من حتة بيعرف كويس قوي ازاي يعوض عنها تاني، وبالدليل اللي انا وانت اهو. الحمد لله. صح. قررتي قايله لنفسك ايه؟ You've come so far, girl. Look at the woman you've became. I'm so proud of you. Thank you for embracing yourself. Never forget to thank God and remember وما توفيقي إلا بالله. حلو قوي. شكرا. أنا اللي شكرا. انبسطتي؟ قوي. أنا آسفة. قوي. لا والله لا أنا مش ما كنت يعني مش هوصل بجد نفسي لإحساس انا ما كنتش عايزه اوصل له، وانتي خليتيني افتح قلبي كده واوبن اب ليكي وانتي يا ماري بجد والله من الناس اللي انا بحب اتكلم معاهم. بنت بجد سالكه وسبورتيف وبني ادمه كده وشاطره وطبيعيه، ليه هبقى عايزه ما اقولش كده. في الاخر بقى هنبص للكاميرا ونقول ما تنسوش بقى كل الحاجات، اي زرار على راي زي رامز جلال، اي زرار موجود الناس تدوس عليه. بص هنا انا وانتي هنا. اي انا ببص هنا هو بيقول لي هنا ولا هنا؟ احنا نبص احنا الاثنين. طب كل واحد يبص هنا، نبص هنا وانا هبص هنا، ماشي اوكي. وما تنسوش في نهايه الحلقه يا رب تكون عجبتكم وبسطتوا، عشان انا اتبسطت جدا ان انتوا تعملوا لايك وفولو وسبسكرايب وشير، وبصوا فعلا اي زرار ينفع دوسوا عليه زرار نوتيفيكيشنز عشان ما تفوتكوش الحلقه اللي جايه. اشوفكم الحلقه الجايه من محشور في العشرين.